ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم النهارده معاكم عن جملة سمعتها من سيدة جات لي العيادة. بتقول لي دكتورة، كل اللي حواليا بيقولوا لي انتي نكدية. هو في حاجة اسمها نكدية ولا هم اللي بينكدوا عليا؟ في شخصية اسمها شخصية نكدية؟ هنا بقى حاجة مهمة قوي. في ناس بتبقى فعلا عندها شخصية نكدية ولكن بتدخلها في الاكتئاب، وممكن ناس عندها شخصية نكدية بيجيلها عليها اكتئاب. طب ايه الحكاية بقى؟ في شخصية نكدية، في شخصية نكدية. طيب الشخصية النكدية دي يعني ايه؟ يعني مودها مزاجها طول الوقت قليل، فرحتها بسيطة، بتركز على النقط السلبية، بتلاقي طول الوقت مظلمية واقعة عليها، ما تحبش تغير بسهولة، اللي نبات فيه نصبح فيه قوي. ولما بتيجي تواجهها بالقصة دي تقولك انتوا السبب، ده حاصل وحاصل وحاصل، اللي هو الحاجات اللي بتبقى يومية وعادية وما فيهاش حاجة. طيب الشخصية النكدية دي ليها علاقة امتى بدأ النكد؟ طبعا، لان انت لو سألتها متى بدأ النكد ما بتعرفش تحط لك بداية. يعني الشخصية النكدية مفيش بداية، مفيش اقول الشهر اللي فات ولا السنة اللي فاتت. لا، ده وانا صغيرة كنت كده، وبعدين لما دخلت الجامعة بقيت كده، يعني الدنيا ماشية كده ايه، بقالها طويلة. علميا لازم تبقى عدت السنتين، لكن هي بتبقى من زمان بقى، من زمان قوي. يعني من اول ما بدأت وهي طول الوقت واخده اللو بروفايل في المزاج كده، اللي هي عامله كده في المزاج. طيب امال الاكتئاب؟ لا، الاكتئاب ده ليه بدايه واضحه. يعني اقول الشهر اللي فات، اقول شهر 4 من كل سنه، اقول حد معين فاصل قبله كنت طبيعيه بعد كده حصل اكتئاب. والاكتئاب وقته قصير. يعني يقول لك ايه، لو سبت الاكتئاب ما عالجتوش خالص 3 اشهر ويروح لوحده، لانه جسم الانسان ما يقدرش يتحمله. وعشان يتحول لاكتئاب مزمن بيبقى غالبا لعب في الادويه، وخدنا الدواء ووقفناه، وشيفتنج من دواء لدواء، ولعبنا لعبه كده في الحدوته مش مظبوطه. يبقى اذا انا هنا في شخصيه نكديه، في شخصيه نكديه. طيب الشخصية النكدية دي بتبقى بسبب اللي حواليها؟ لا، ده هي بتلاقي دايما مبرر يطلع اللي حواليها دول هم الأسباب، لكن هي مش كده. طيب أنا بقى كصاحبة شخصية النكدية دي أتعامل إزاي؟ الدواء مش هو الأساس، لأنه الدواء ما بيغيرش الشخصية يا جماعة. الدواء لو بيغير الشخصية أنا شخصيا هحطه في النيل، هنرميه في مية النيل عشان الكل يشرب فالكل يتغير. زي فؤاد المهندس كده في الفيلم اللي كان بيحط حبوب الشجاعة وحبوب مش عارفة الأخلاق وحبوب، وده ما ينفعش ومش صح، وحتى نظريا فاشل. يبقى احنا ما فيش دواء بيغير شخصية. امال ايه الحدوته بقى؟ ان احنا بنتغير عن طريق، لو احنا فعلا دكتور هيساعدنا، عن طريق العلاج الكلامي، او ان احنا نعمل اللي انا بقوله ده، نحاوله مع نفسنا. اللي هو ايه؟ انا دلوقتي عندي مزاج وحش، حاسه ان مزاجي مش حلو. وده على فكره يا جماعه وارد لكل الناس، لانه المزاج طاقه متغيره. مفيش مزاج كده، مفيش مزاج خط مستقيم. المزاج يا اما تحت سيكه يا اما فوق سيكه. لما بينزل تحت قوي او يطلع فوق قوي بقى كده اضطراب وجداني. لكن هو في العادي عامل كده زي موج البحر، ده المزاج، شويه كده وشويه كده، حبه فوق وحبه تحت على راي الاغاني. طيب انا دلوقتي لما الاقي مزاجي قليل، مزاجي مكتئب، مزاجي مسود كده، مفروض اعمل ايه؟ اسيبه؟ هبدا اسال نفسي سؤال منطقي، وهنا انا بالسؤال المنطقي ده بشغل الرابطه اللي بين المزاج والتفكير، اللي هي الامان وحصن الامان ليك ضد الاكتئاب وضد النكديه. اللي هو انا زعلانه ليه؟ هو انا مزاجي وحش ليه؟ عندي احتمالين للسؤال. السؤال ده ليه دي هنا بتحاول تمنطق المزاج، بتحاول تفهم الخلفية بتاعة المزاج والسبب ليه. لقيت نفسي برد بقول مفيش سبب. وده على فكرة المنتشر، يعني ده المنتشر اللي مش هيبقى فيه سبب، او لا في سبب.
طيب لو انا لقيت فيه سبب، هبدأ احدد السبب بشكل اجرائي. يعني ما اقولش ايه ابني، جوزي، الشغل، مش عارفه الفلوس. لا ده مش سبب، ده حاله عامه، ده حاجه كده، هيصه كده. لا، اقول لما اختي قالت لي كذا ومعرفتش ارد عليها، لما حماتي مش عارفه عملت الحركه الفلانيه من ساعتها وكذا، يبقى انا هنا عملت ايه؟ عملت تحديد لاجراء معين. من بعد هذا الاجراء انا مزاجي بقى مش حلو. طيب من اول ما هحدد السبب هبدأ في حل المشكلة. والحل المشكلة ليها إجراء. مرة كده نبقى نتكلم في استراتيجيات وإجراءات حل المشكلة. بس أنا وأنا بحل المشكلة أنصحك تسمعها لحد من وجهة نظرك، وتسمع وجهة نظره اللي هي لازم تبقى مختلفة عنك. يعني لما تسمع وجهة نظر حد ما تنقيش حد شبه شخصيتك، نقي حد مختلف عنك عشان تسمع الجانب اللي انت مش شايفه. وبعدين تاني حاجة تسأل نفسك، هي حماتي ولا بنتي ولا جوز واتيفر مين الشخص السبب المشكلة، هو ده كان عايز يوصل لي ايه، او ده كان زعلان من ايه، او ده احاول استنتج. طبعا مش هيطلع صح قوي، بس هحاول استنتج ايه اللي كان ورا القصة دي، وبرضو اقولها لحد مختلف عني اثق فيه، واشوف هيقول لي ايه ورده ايه ووجهة نظره ايه في اللي انا بقوله او اللي انا استنتجته ده. وهبدأ اعمل حل مقترح. خدوا بالكم، حل مقترح مش معناه حل نهائي، ده انا بتعلم من الحل المقترح سواء نجح او فشل. لما المرة الجاية اختلف مع الشخص ده هستخدم انهي الاجراء، وهيبقى ايه الاجراء رقم 1 وبيزد على ايه، على اساس ايه. يبقى انا الاول سألت نفسي السؤال، لقيت سبب، هخش فيه استراتيجيات الحل. مش هقعد اندب، مش هقول ايه يا خرابي ده يا لهوي حصل مش عارف ايه، لا. ده وبعدين نرجع نقول عندنا اوفر ثينكينج. احنا اتكلمنا قبل كده ما فيش اوفر ثينكينج، لانك انت لو حولت هذه الموقف او هذه الفكره لسؤال او مشكله او قرار محتاج اختيارات، يبقى انت هنا دخلت في سكه التفكير اللي بتخلص مش عايزه كلام، مفيش فيها اوفر اساسا، مفيش فيها سيناريو مفتوح 24 على 24. يبقى انا لما بلاقي السبب مش مسموح لي اندب، مسموح لي احل، والحل مسموح لي فيه الفشل. مش عشان انا عملت حاجه طلعت غلط يبقى بلاها بقى حل وبلاها بتاع، خلينا في اللي احنا فيه، لا. طيب الاحتمال التاني ايه؟ ان ما يطلعش فيه اسباب، وده الاحتمال الاكثر مع الشخصيه النكديه، اللي هو المزاج مش عارفه، هو كده، هو وحش وخلاص. اعمل ايه بقى مع اللي ملوش سبب ده؟ لازم اتصرف معاه كأن مفيش حاجه. يبقى انا هنا بقوم او اشوف اللي ورايا، اشوف اللي هعمله، اشوف اللي كان ما يتقال، اعيش حياتي بشكل طبيعي تماما. طب مش عارف اعمل زي اللي حواليا، بنتي بتعمل اعمل زيها، جوزي بيعمل اعمل اللي زيه، صاحبتي هتعمل اعمل اللي زيها. ما انا مش عارفه بيعملوا ايه، اعمل زيهم، اندمج معاهم في اي حاجه. طيب ده هيعمل لي ايه بقى؟ ده هيعمل لي حاجه مهمه جدا، انه انا ما كافئتش المزاج، ما خلتش المزاج السيء يقعد ويرحرح وضيفه وقعده ويبقى قاعد كده فرض امر واقع. لا، لما انا عملت كده كاني ضربته بالقلم، قلم على قلم على قلم على قلم، مش هيجي تاني، هينعدل على طول، هينعدل. يبقى انا هنا كون ان انا عشت معاه وفرشت له الارض ورد وقعدت اعيد وازيد فيه، يبقى انا عملت ايه؟ عملت تقويه، عملت تقويه ارسال، دوست عليه عشان يبقى موجود اكتر. طيب يبقى احنا كده اول حاجه حصلت لي ان انا لما جالي المزاج سالت السؤال، يا اما احتمال انه حاجه موجوده هحل المشكله، مش حاجه موجوده هتصرف عادي. طيب ايه تاني بقى؟ بلاش يا جماعه حياتنا تبقى ترعه. يعني ايه؟ يعني اللي نصبح فيه نبات فيه، وده ملوش علاقه بالروتين. الروتين حلو لان الروتين بيوفر الوقت وبيساعد على الانجاز
وبيحسسك بالامان. ده الروتين ده جميل. لكن انا دلوقتي مثلا بفطر كل يوم الساعه كذا، ده روتين، لكن لازم افطر نفس الحاجه في نفس المكان بنفس الطريقه بنفس ايه ده؟ ليه؟ لا، نوع بقى، غير بقى، اعمل حاجه بقى مختلفه. يبقى انت حياتك محتاجه يا ايها صاحب الشخصيه النكديه، محتاجه تنوع في الحواس، محتاجه انوع، محتاجه اشوف حاجات مختلفه واسمع حاجات مختلفه واشم حاجات مختلفه وادوق حاجات مختلفه وتاتش حاجات مختلفه. لازم، علشان ما يحصليش ميارة كده فتقفل على اللي موجود، ما يحصلش تهوية. عارف لما تكون بتهوي فرش كده او بيهوي التربة؟ ما احنا يا جماعة من الطين، يعني احنا مخلوقين زينا زي الارض، يبقى الارض بيهووها وبيسقوها علشان تبقى منتعشة كده وتطلع حاجات كويسة. فلازم احنا كمان نتهوى ازاي؟ بان احنا نعمل تنوع في الحاجة النفسية. طيب، ايه الحاجة الثالثة؟ الصحبة. الناس النكديه دايما تصاحب الناس النكديه. يعني تروحي الكوافير تقومي واخده الواحده اللي عامله كده، اللي عماله تشتكي من بنتها وتشتكي مش عارفه من مين وتقول عملت ايه وحصل لي ايه، وتقعدي جنبها وتقعدي بقى ايه تقولي وهي تقول ونغني بقى مع بعض ونرد على بعض. لا، لا، لان انت لما بتعملي كده انت بتعملي ايه؟ انت بتخلي جهاز الرسال والاستقبال بتاعك يجيب تردد واحد، هو مش شايف حاجه تانية. هو نفس التردد، نفس الكلام بنفس التفسيرات بنفس المبررات بنفس الاستنتاجات بي 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 بي. طيب، ايه بقى الحاجة الرابعة في الشخصية النكدية دي؟ علاقتك بربنا. ربنا بإما بنعمة ربك فحدث. ربنا بيقول لك اليأس من الكفر، ربنا بيقول الرضا حلو، ربنا بيقول انك انت تبقى بني ادم طول الوقت معافر في حياتك حتى لو كانت يوم القيامه هتقوم. النكدي ده يا جماعه مستسلم، يائس، ما عندوش امل، شايف كل حاجه وحشه، شايف اي مجهود مش هيجيب نتائج. حضرتك مش عليك النتائج يا فندم، حضرتك عليك السعي، الانسان ما سعى وان سعيك ليرى. ها، يعني ربنا بيشوف سعيك وملوش مش طالب منك غير كده. ما تقعدوش تقول لي بقى ايه وانا لما اعمل كده هيحصل ايه، وانا لما اعمل كده ايه اللي هيتحل، وانت مالك؟ انت مالك؟ مالكش دعوه. انت تفايت وتجري وتسعى وتحاول وتقع وتقوم وتقع وتقوم وتقع وتقوم ومالكش دعوه بالنتائج. يا عم ربك اللي حاسبها، واللي انت شايف انه مش نتيجه ممكن يبقى احسن نتيجه بس مش شايفها انت. انت مش شايفها، انت مش شايف النتيجه ومش عارف ايه اللي ممكن يكون بيحصل لك ربنا بيدبره او حتى بيتقال من ورا ظهرك وانت مش عارف ان هو حاجه لطيفه جدا. يبقى انا هنا الحاجه الرابعه ان انا اراجع علاقتي بالعقيده مع ربنا سبحانه وتعالى والنكد ده بيعمل ايه. طيب، الحاجه بقى الخامسه والاخيره اللي هي اجري كده جوه نفسي كده وارجع كده وانا صغيره قوي طفله، او اسال لو ماما ربنا يديها الصحه موجوده، جدتي ربنا يديها الصحه موجوده، لو الناس اللي هي عارفاني وانا صغيره كده، وتقول لي هو انت كنتي بتسخسخي على ايه، بتضحكي على ايه؟ غالبا انت او انت سبتي نفسك يعني زي ما تقولي ايه صدت. تقول لك مثلا ده انت كنت لما بتجري في مش عارفه العجله، ده انت لما كنا بنجيب لك مش عارفه لقمه القاضي، ده احنا لما كنا بنعمل. استدعي الكلام ده وابدا ارجع يا جماعه اريليف الطفوله دي، لحظات الطفوله اللي فيها ضحكه من القلب وضحكه بريئه وصادقه، وابدا ما استكبرش، ما اقول كبرنا تاني هلبس مش عارفه ايه، تاني هحط ايه، تاني هنعمل مش عارفه ازاي، ده ما بعد الكتاب ومش عارفه شاب ودوك كتاب. لا يا حبيبتي، بعد شاب يودوك كتاب ويودوك جامعه ويحفظوك قران ويدخلوه كل حاجه في الدنيا، لانه ربنا ما عندوش فوق مراحل، ربنا عنده مده. ربنا مش هيجي على مرحله معينه يحاسبك والباقي يوقعها من نتيجه. لا 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 لا، ربنا هيجاوبك هيحاسبك على كل لحظه انت عشتيها من اول ما وعيتي وبلغتي لغايه ما ربنا ياخد امانته. طالما اداكي مده، في ناس عندها 20 سنه بتروح، وفي ناس عندها 10 بتروح، وفي ناس بتموت في بطن مامتها اساسا. يبقى طالما ربنا اداني مده يبقى ربنا هي ايه؟ هيحاسبني عليها.
يبقى لازم افضل ايه عايشه فيها. وعايشه يا جماعه مش معناها ان انا يعني حيه على يعني حي موجود على الارض، لا، عايش يعني بيتعلم، بيجرب، بيشوف نفسه ان هو ليه منه يطلع منه عنده حاجات، عنده يعني لسه في طاقه يتعلم ويدي ويكبر ويبقى ليه اهميه وليه اثر. ده مهم جدا جدا جدا. يبقى الخمس حاجات دول الروشتة بتاعت ان انا ابطل نكد وان انا اتعامل مع الشخصية النكدية. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.